السردين لمن استطاع إليه سبيلا، فأسعاره تشهد ارتفاعا كبيرا. كاميرا النهار رصدت بعض محلات بيعه بالعاصمة وتجاره بولاية مستغانم، أين تجاوز سعره 1000 دينار جزائري، أرجعه التجار لعدة أسباب. السبب الرئيسي للغلاء في هذه الفترة ديزارمومون، تسمى دوكا السيادة حبست دوكا من حتى المواد سبتمبر ان شاء الله باش تقلع السيادة. هذا السبب راهو رئيسي حاليا، بصح نقولوا على طوال العام تسمى راهو كيما على بالك دوكا الموفيطون منين ذاك الموفيطون منين ذاك سا ديبون فاهم. الاسعار راهي غاليه، غالي الحوت راه غالي بزاف، السياده ماريش كاينه كيما هذه كاينه اللاتشا هذه دير 100,000، هذه واحد المومو ما كانش كاينه كاع، ما كانش كاع الشعب ما كانش كاع يكونسوميها، كانوا غير يصيدوا بها، دروك راهي تنتكل. الشاب البارح دارت حتى 120 في بلاصه 110 مليون. اليوم ما كاش قليل، كاينه غير رقيقه تاع نورمالمون السياده كيصيدوا ما يصيدوش السردينه رقيقه، موسم تاع السياده يخلوا السردينه تكبر باش السردينه كي تكبر يكون كاين الخير. السردينه ديامات راهو غالي، مالغري كاين البوطون راهي سخانه وكذا، كاين شويه واسمو حنا نعيطوا له الطون، عباك الطون هو اللي يعطيك السردين، فهمني؟ دوكا رانا في لابيريود تاع الطون، كي يخلص الطون باش السردين يعاود يطيح. أسعار مرتفعة جعلت العديد من المواطنين يمتنعون عن اقتنائه منذ مدة، خاصة محدودي الدخل منهم. السردينه عندي بالك هذا العام ما كليتهاش، ولا السردينه دير 100,000 50,000 غاليه بزاف. وحنا رانا هنا كيما يقول لك الساحل نورمالمون السردينه هنايا 30,000 20,000. خلي ما يديكش يشري السردينه ما نكذبوش، هو خلي يشريها ب 100,000 وعنده 3 دراري ولا 4 دراري قارعوا له يعيشها باطر، يدي كاع تدي كيلو تاكل رطل ورطل تقيسو. دوك تقول لي المواطن البسيط هذا المدخل الضعيف اللي عنده مدخل ضعيف حياته بالسردينه، درك السردينه دير 100-120,000 شكون يشريها؟ هو يخدم ب 60,000 في النهار. زوالي ماهوش ياكل ني سردين ني طون ني حوت، كلش غالي، فهمتني خويا العزيز. ونرجع من السلطات العليا يديروا لنا سومه شابه زواوله باش كاع ياكلوا. السلام عليكم. الله تشا هذيك اللي ما نخسروش فيها الشعب ما ياكلهاش كاع، والله غير 100 تتباعت. السردين راهو غالي بارابور، وحنا نضربوا من السلطات هما هادو اللي يصيدوا والاخر يهبطوا شويه السردين. بعد أن كان السردين الأكثر إقبالا من طرف محدودي الدخل سابقا، لم يعد اليوم في المتناول بسبب ارتفاع أسعاره التي تجاوزت 1000 دينار جزائري.